ان انت تعدل سلوكياتك الاول قبل ما تفكر تاكل ايه وتشرب ايه. حضرتك مدمن حاجات انت مش حاسس بيها. تعرفني انت اكل ايه، اعرف هويتك وشكلك. ال40 ده بالذات هي الحته اللي انا هبدا احس فيها باللي انا عملته زمان قبل كده كله. انا عمري ما افكر بالطريقه دي لاني طبقه متوسطه وما عنديش الفاسيلتي دي اصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بودكاست احنا بنحاول نوضح للناس مفاهيم ونماذج تبقى بسيطة، نجيب فيها ضيف نقعد ندردش فيها مع بعض على حاجات نقدر تضيف لنا في حياتنا بشكل عام. احنا اكتشفنا ان معظم الميزانيات اللي بنعملها المالية بتبوظ او ما بتنجحش بسبب مصروف في عنصر مهم جدا هو الاكل. احنا معظم الانكم بتاعتنا بتروح على بشكل او باخر في مصروف الاكل بكل صوره على كل الفئات وكل الاعمار. فاحنا عايزين نقول هل احنا ممكن نعرف ندير علاقتنا بالاكل ونحقق منها اكبر منفعه من غير ما تعمل عجز معانا في الميزانيه مهما كان مرتبي انا بيمثل كام في مصروف الاكل هنا مش في الاكل بشكل مباشر بس. انت ممكن تلاقي معظم فلوسك بتتصرف على الاكل، ساعات بتتعب من الاكل فبتصرف على الدواء اللي عشان تتعالج منه نتيجه الاكل. فانت علاقتك بالجسمك بايه اللي يخش جوه جسمك وايه اللي يخليك تاكله صح ومفيد ليك وايه اللي المفروض ما تاكلوش، ازاي انتاجيتك تزيد في الشغل، مودك بيتغير في الشغل، انتاجيتك بتتغير نتيجه اللي انت بتاكله. فاحنا النهارده مع الدكتور احمد العسال اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه هيشرح لنا بشكل منظور مختلف شويه في بودكاست نقول تاني عن ازاي ندير عنصر الاكل من غير ما نحرم نفسنا او من غير ما نعمل عجز في ميزانياتنا الماليه ونصرف فيه المصاريف اللي احنا بنصرفها بشكل كبير. ان شاء الله النهارده تبقى حلقه جميله ومثمره ومنفعه لنا وبتتكلم على الاكل بمنظور تاني غير منظور السعرات الحراريه والدايت حتى لو اتكلمنا عنها، بس الهدف الحقيقي هو منظور اداري ايه علاقتك بالاكل. وهيكون معاكم عمرو حافظ. منور دكتور عمرو، وشرف لي ان انا اكون موجود معاكم والله. يعني انا سعيد ان انا اكون موجود معاكم والله. ربنا يخليك. شكرا جزيلا دكتور عمرو على المقدمه الجميله، وحضرتك فتحت لنا كلام كتير دلوقتي نتكلم فيه. قول لي نبدا ازاي؟ عايزين نفهم هو الطبيعي يعني ان انا لو عرفت انا المفروض اخد كام سعره حراريه في اليوم كده انا خلاص كده انا امشي في حياتي كويس. هل ده كده قصير قوي؟ يعني احنا كده اختصرنا الموقف ان احنا كام سعر هناكل وكام سعر مش هناكل وخلاص. الموقف كله مرتبط بالمايند سيت بتاعك. ايه انت بتفكر ازاي؟ ايه هدفك في المراحل اللي انت رايح فيها للدكتور؟ هل انت هدفك انك تخس؟ هدفي ان انا اتخن؟ هدفي ان انا منتين وزني؟ هدفي ان انا احسن موقفي الصحي وخلاص؟ في اهداف كتير جدا تعملها مع دكتور التغذيه، ومراحل عمرك بيختلف فيها التغذيه، وكمان انا قد ايه باكل وقد ايه بشرب هيختلف بناء على النهارده بشتغل ايه وبكره غيرت شغلي بطريقه عامله ازاي وبنام امتى وبصحى امتى. اذا الموقف هو مرتبط باسلوب حياتك اكتر من اللازم، وبناء عليه انت محتاج تتعلم اسلوب حياه صح. طيب نقف عند النقطه دي. يلا بس. انا راجل راس مالي عايز اجمع انا بحب اقول المصارع ده دايما وعايز اعمل فلوس واشتغل انا ما عنديش وقت للراحه بطوله ده. انا بس عندي نتيجه يعني كني بجاوب على السؤال بتاعي. انا عندي دايما عنوان كده، اهم حاجه في الفتره دي ما تعياش، ما تمرضش، ما تخشش المستشفى. ده حقيقي. انا اكتشفت ايه؟ ان العنايه المركزه لو دخلتها لا قدر الله دلوقتي بسبب لاي سبب لاي مره عيد اليوم بقى ب 10000 جنيه 15000 جنيه، فانت ممكن في 10 ايام تقعد في عنايه مركزه تصرف 150000 جنيه. صحيح. انت بقالك سنتين ثلاثه عمال تحوش فيهم وتشقى وتتعب وعمال تاكل من الشارع انا عايز كلام الناس منطقي. هل انا هينفع ان انا اكل من اللي حضرتك بتقول عليه سعرات حراريه قليله وكميات وانجح واشتغل واكمل حياتي عادي؟ هل فعلا المايند سيت ده ينفع يتغير؟ احنا بالعكس مش هتنجح غير كده. يعني هو ده النجاح الحقيقي، ان انت توصل لايه؟ انك تبقى معتدل في كل الحاجات، انك في شغلك ناجح وفي حياتك ناجح وفي صحتك ناجح. ده المعنى الحقيقي للنجاح. مفيش نجاح مالي بس ونجاح معنوي بس ونجاح اسري بس. حضرتك وزع النجاحات دي كلها تبقى معتدله. ده مش هيحصل غير لو انا صحتي كويسه، ولو انا بفهم اتعامل ازاي مع جسمي ده علشان يطلع احسن طاقه ممكن على مدار اليوم. ربنا لما خلق الانسان وفرض الصيام فرضه علينا علشان ننتج احسن، مش علشان ننام فيه بطريقه افضل. احنا بناكل زياده عن اللزوم جدا لما بنقرر نفطر. خلينا منطقيين، يعني هو سبب النوم ده ان احنا بناكل اكتر من اللازم في الاوقات المسموح فيها بالاكل. الدكتور عمل لي مصطلح اقفل بوقك شويه ارجوك والله هتفرق كتير لو قفلت بوقك شويه. بس انا مودي بيتغير وما بعرفش اركز. يعني الكلام اللي انت بتسمعه الطبيعي هل ده خرافات؟ بالعكس حقيقه، لكن حضرتك مدمن حاجات انت مش حاسس بيها.
انت مدمن سكر، انت مدمن نشويات، انت مدمن سكريات بتقطع عنها، فاعراض الانسحاب بتجيلك، فلازم تنسحب مع دكتور وتعمل بلان كويسه. اصل انا والدكتور كنا بنتكلم قبل الحلقه على واحد صاحبي بيحط في كوبايه الشاي الواحده 5 معالق سكر. ما شاء الله. لا ده مدمن سكر لا صحيح، مدمن فعلا. عشان كده ضروري ده الموقف يتغير شويتين ناحيه فكره ان انا رايح دكتور الدايت هخس كام كيلو. الموضوع اكبر من كده بكتير. صحتك فين وهتعيش ازاي وفي قد ايه، ويلا بينا نعمل تشالنج، ويلا هنعمل 20 كيلو في الشهر. طب يلا نعملهم وبعدين هريلابس تاني، هرجع من الاول وجديد. انا كده ما استفدتش اي حاجه. استفيد بالعادات الغذائيه اللي المفروض تتغير في اليوم بتاعك، اللي تغير بيها بيئتك واسرتك وشخصك واللي حواليك كمان. ده النتيجه النهائيه للبرودكت ده، المنتج اللي احنا بنعمله ده. هو ده الحقيقه الوحيده، وهو ده اللي هيكمل معاك للنهايه. ان البيت يبقى الاتموسفير بتاعه ان هو فاهم العلاقه بين الاكل وبين الجسم وبين الصحه وبين النجاح زي ما حضرتك بتقول. جدا. طيب انا سؤال بجد والله يا شجاني، هل بيجي لحضرتك حد غير اللي وزنه زايد؟ يعني ممكن يكون جالك نماذج مثلا اسره تقول لك عرفنا المفروض ناكل ايه، المفروض نمشي في الحياه الاستهلاكيه اللي احنا متربيين عليها دلوقتي، احنا المفروض نعيش ازاي؟ يعني هل ده بيحصل؟ هو للاسف احنا ما عندناش الثقافه دي في مصر. يعني صعب قوي لما تروح تلاقي حد بيدور على وقايه مش علاج. هو للاسف اصيب بالسمنه علشان هو بياكل غلط، واصيب كمان بالكوليسترول العالي عشان هو بياكل غلط، واصيب بالضغط عشان حياته الغلط، واصيب بالسكر عشان حياته الغلط. فخلاص هو وصل لمرحله ان هو فشل خلاص ان هو يعمل حاجه كويسه. محدش بيجي نورمال طبيعي يقول انا عايز اعرف اكل ايه واشرب ايه، غير شخص رياضي طبعا وعنده اهداف رياضيه بشكل ما. لكن بالعكس هو ده المطلوب. احنا محتاجين نعرف توعية تغذوية للناس. التوعية التغذوية دي مش دور فرد واحد، ده دور فرد ودور مجتمع ودور أسري ودور مدرسة ودور جامعة. لازم الناس كلها يبقى في كل حاجة بالطريقة دي توعية تغذوية. زي ما بنعلم الناس الدين هنعلم الناس الأكل، هنعلم الناس الحياة، هيعلم ازاي يتحرك، هيتعلم ازاي يقعد، ازاي يشتغل. كل الموظفين بيتعلموا كويس جدا قد ايه يقعد كويس عشان يستفيد من حركه ظهره، عشان ما يحصلوش مشاكل في ظهره طول ما هو قاعد مثلا. طب ما هو ده لو ما اتعلمش ده هيبطل الشغل ده قريب جدا، ومش عمره ما يوصل للنهايه في الشغل ده. علشان كده هي في الاول وفي الاخر مايند سيت. طيب انا عشان اكون مايند سيت ومقتنع تكلفه الحياه اللي حضرتك بتحكي عليها دي مكلفه جدا. انت عايزني اكل اكل صحي، وعايزني اخش في صناعات في تغيير السوفت وير بتاع ولادي ومراتي في البيت على انهم ياكلوا اكل ما فيهوش كالوري، فممكن يعتبروني بخيل اصلا. وبعد كده بجانب تاني انا لازم اروح الجيم، صحيح، ولازم العب كذا، ولازم اعمل كذا، ولازم اعمل كذا، ولازم اعمل كذا. حجم المثاليه ده يا دكتور ساعات بيوصلنا لمرحله انا مش اديني المحشي، اديني طبق المحشي، ما هو انا مش هقدر اسيطر على ده كله. صح. خليني اقول لك عنوان انا بجد نفسي تجاوب لي عليه، او انا اقول لك حاجه عن سر الناس. يعني انت عارف ان انا يعني بيشنت عندك يعني. هو الخوف من الفشل. ايوه. الناس كتير ما بترضاش تيجي للدكتور او انسان يقول لهم على العلاقه، خوف من الفشل. وطول ما هي مش لحظيه انا ما عنديش مشكله. يعني انا مثلا لو انت بتقول لي انت اكلت 5 معالق سكر كل يوم، وكلت حته من بسبوسه، وكلت طبقين رز، وبالليل ضربت معلقتين حلويات، وعملت مش عارف ايه وعملت ايه، انا مش شايف ان في تاثير عليا. يعني انا مش اللي انت بتقوله ده مش حقيقي. لحظيا انا مبسوط. ايوه. فين المشكله يعني؟ طب ما نعتدل يا دكتور، ايه المشكله؟ يعني هو احنا ما بنقولش الكلام ده غلط وحرام وعيب، احنا بنقول ان ده هناخده باعتدال. اعتدال ده طول ما انا سليم وما عنديش مشكله وبحاول احافظ على نفسي. اي افراط في اي حاجه هيبوظنا اكيد، ما فيهاش كلام. اي حاجه هتزيد عن حدها هتقلب ضدها. الامر الصحي زايد عن اللزوم هيزهقني وهمل وهحس بملل، وانا كده عايش حياه مش منطقيه. الافراط برضو في الحاجات الغلط، طب ما انا كده 100% بعمل كل حاجه غلط. طول ما انا سليم وطول ما انا معافى المفروض ان انا اعمل شكل من اشكال الحياه النمطيه الكويسه المعتدله اللي باخد فيها حاجات حلوه وماله. طب ما انا هاخد سكريات مرتين في الاسبوع، طب ما انا هاكل جانك فود مره في الاسبوع، طب ما انا هخرج في مكان ما اجرب كل اسبوع من كل حاجه. تمام، طول ما انا سليم وطول ما انا عندي الفرصه ان انا اعمل كده. لكن انا عملت كده بريتم كان عالي جدا في فترات ما، فاصبت بمرض ما بقى، فانا لازم اقنن الحاجات دي جدا. بس طب معلش يا دكتور، البيشنت اللي بيجوا لك بيبقوا حاملين مرض اوريدي، فبالتالي جايين لك بعد ما عملوا حادثه زي ما بيقولوا، ولا يعني معظمهم مش عاجبه شكلهم وعايز يخس وخلاص؟ يعني انا النقطه اللي عايز اوصل لها،
البوابة الأساسية، هل البوابة الأساسية لجميع الأمراض هو اختيار الإنسان لأكله؟ هل ده ينفع يبقى عنوان؟ أو معظم الأمراض؟ نقدر نقول كده يا دكتور عمرو، الأكل والشرب هو الإنكم الوحيد اللي أنت بتدخله لجسمك، بلس المعلومات والرؤية اللي أنت بتشوفها في الحياة، مفيش حاجة تانية بتدخلك غير كده. فمعلوماتك هي اللي بتخليك تقول إيه، وأكلك هو اللي بيخليك أنت تكون عامل إزاي في صحتك. عرفني أنت تاكل إيه، أعرف هويتك وشكلك 100%. بتاكل سوشي، بتاكل محشي، أنا عرفت أنت مين فيهم. صح، أحشي جدا يعني. طيب إحنا دور الأم يعني، خلينا نتخيل ان حصل هدم للاصنام عند الناس، وان الناس بدات تقول خلاص انا هروح للدكتور عشان يقول لي اكل ايه. دور الام بقى في التوعيه، وازاي ان هي تبني اسره فاهمه يعني ايه اكل ما يضروش. هل ده متاح؟ هل ده منطقي؟ هي احنا محتاجين الام بقى هي اللي تفهم الاول، وعشان تنقل التجربه دي لبيتها فهي محتاجه هي تبقى عندها المعلومه. الام لازم تبقى فاهمه يعني ايه بتاكل العيله دي ازاي، يعني بطبخ لهم بطريقه عامله ازاي، صحيه ولا لا، بعمل لهم كميات عامله ازاي، بجبرهم على الاكل في اوقات ولا بمنعهم عن الاكل في اوقات، استجابتي للحياه المحيطه. طب ما احنا في الاطفال بتخرج تروح اماكن وبيشوفوا الناس بتاكل ازاي وبتعمل ازاي، الاستجابات للحاجات دي لازم تكون مختلفه شويتين. يعني ما ينفعش ابني دايما طول الوقت شايف ان الريورد الحقيقيه والجايزه اللي المفروض ياخدها هي دايما كاندي، حاجه حلوه رفاهيه ان احنا ناكل. يلا ناكل الحاجه الحلوه دي، يلا هجازيك بالحاجه دي ان هي الجايزه بتاعتك انك عملت كويس. ليه هي طول الوقت كده؟ ليه مش اكتيفيتي ما؟ ليه مش حكايه ما؟ ليه مش فيديو حاجه يعملها هو او حاجه هو عايز يشتريها، لكن مش اكل طول الوقت؟ عشان انا بميل لما هو اسهل. الاسهل ان انا يعني اكله، الاسهل ان انا ادور على حاجه مسكره. انت حضرتك اكيد يعني السكر بيعمل حاله من الادمان زي ما حضرتك قلت، بيخلي الواحد مبسوط على طول جدا، وهو يعني هو ما عملش حاجه اصلا تبسطه يعني في الاول والاخر. وبعدين مثلا الطفل او الواحد يبقى اوفر ويت ويبدا الناس تتنمر عليه ويزعل ان الناس تنمرت عليه وان هو مش قادر يقل وزنه. يعني خلينا نتكلم بصراحه، هل عمليه تقليل الوزن عمليه سهله؟ لا، عمليه محتاجه ضبط نفسي كبير قبل ما يكون فيها ضبط اكل كتير. يعني المفروض دكتور احمد كومبرشال يقول ان هي سهله، بس هي في الحقيقه مش سهله. لا، هي مش عمليه سهله طبعا، مش عمليه سهله، عمليه معقده ومحتاجه تاهيل نفسي كبير قبل ما تبداها. يعني انت رايح تغير عادات، عارف يعني ايه تغير عادات؟ انا كل يوم بصحى الصبح الساعه 8 الصبح، ومره واحده قلت لك يلا يا دكتور عمرو انت هتقلب يومك وهتصحى الساعه 2 الفجر كل يوم، ده امر صعب جدا. طب ويومي اللي انا مظبطه على كده وبصحى كام وبروح فين ومشوار ايه وبعدين عندي تمرين ايه وعندي شغل ايه، هيتعدل ده كله ازاي؟ حقيقي محتاج ان انت تعدل سلوكياتك الاول قبل ما تفكر تاكل ايه وتشرب ايه. في حاجه اسمها رجيم وحاجه اسمها دايت. الدايت ده دايما حاجه مؤقته هتتعمل في فتره ما واقدر اسيبها في يوم ما، بس الرجيم ده يعني انظم يومي ازاي، دي حته مهمه جدا محتاج كل الناس تعملها. ازاي يعني الفطار دكتور عمرو، حضرتك ليه شايف ان الفطار حاجه مهمه؟ عشان هو الباور اللي بيديني اليوم ويخلينا نشتغل. طيب ما هو ربنا في الصيام ما بيخليناش نفطر الصبح وبنشتغل المفروض كويس. اذا فالانسان والطفل ليه ما بيحبش يفطر؟ فكرتش في المعلومه دي؟ ليه ولادك الصبح انا عايز افطر؟ لا هتفطر عشان ايه؟ عشان ربنا خلقه على الفطره، هي دي فطره الانسان، ما تاكلش غير وانت جعان. عادي يعني ممكن الابن يصحى الصبح ما يفطرش، بس يبدا بوجبه الفطار لما يقرر ياكل، بيروح جايب كيس شيبسي واكله، خد يلا. فين بقى اللي انا واخده من البيت؟ فين الام في المرحله دي؟ هي دي المفتاح، ما تاكلش غير وانت جعان، ارجوك ما تعملش كده. ادمانك للحلويات والسكريات انت اللي بداته، وحياه الصحيه دي محفوفه بالمخاطر طول الوقت. هي اكيد كل الملذات اللي انت متخيلها دي هتبقى موجوده، بس هتبقى بريتم قليل، مش هتبقى كتير. طيب انا لو حد بيسمعنا دلوقتي بسبب الظروف اللي احنا عايشين فيها عالميا وفي مصر، موضوع تكلفه الاكل وان الاكل غالي وان يعني ان انا اجيب وجبه غاليه اصلا وان انا اعمل كذا واعمل كذا، هل انت حضرتك شايف يعني ان ممكن يكون الظروف دي سبب الناس تبدا تنظر فعلا للاكل كنمط حياه، ولا برضه الناس اللي انها تشتري وتاكل عادي؟ الوضع العام بيقول ان احنا ناس استهلاكيين 100%. يعني المفروض في الظروف دي الناس بتتكاتف ان هي تدور على افضل حاجه ممكنه واحسن جوده ممكنه وباقل فلوس، صح؟ بس احنا ما بنعملش كده، وعلشان كده احنا عندنا مشكله في السلوكيات بتاعتنا لازم تتصلح. ان احنا طول الوقت بنستهلك فقط لا غير. انت ما بتقللش الاستهلاك بتاعك، انت بتحاول تزود الانكم بتاعك طول الوقت، لكن ما عندكش دايما تصرف الاستهلاك ازاي.
المفروض تستهلك مظبوط. يعني الظروف دي هترجعنا شويتين للايام زمان، الاكل اللي هو بيسموه في الدايت ميديتيريان دايت، اللي هو المعتمد على البقوليات والمعتمد على القمح والمعتمد على الاكل بتاع البيت اللي كلنا ما بقيناش بنعمله تقريبا. انت عندك النقطه دي دايما بتقولها يا دكتور، اللي هو احنا من 15 سنه ما كناش كده. ده حقيقي. يعني طب انا عايز افهمها دي، يعني ايه ما كناش كده؟ عندنا 3 حاجات اتغيروا. احنا كنا زمان بنتحرك احسن عن دلوقتي، كانت الاكتيفيتي ليفل بتاعت الاشخاص افضل بكتير من دلوقتي. كلنا دلوقتي بقينا على مكاتب وبنتحرك بعربيات وما عندناش اي اكتيفيتي ليفل. الرفاهيه المصنعه جدا، واحنا بنشتريها وبندفع فيها فلوس، وانت بتتعب في شغلك او بتعمل الفلوس دي علشان تشتري الرفاهيه دي. كمان بلس ان الكميه البرودكتس الجديده بتاعت الاكل والشرب بقت كتير قوي. ده سوق وده ماركت، وهم دورهم ان هم يعرضوا الحاجات بالطريقه دي، ودورنا ان احنا نوعي الناس قد ايه يستخدم ده وقد ايه ما يستخدموش. اللي عمل الفيسبوك ما بيقعدش على الفيسبوك طول الوقت. صحيح. واللي عمل البرودكت اللي بيتاكل بالطريقه دي ما بياكلوش كل يوم زي ما انت بتعمل بالطريقه دي. ودكتور الدايت مش على طول بياكل اكل صحي طبعا يعني، وده امر وده امر طبيعي يعني. الطبيعي دي ما بتحصلش يعني. تماما كلنا بني ادمين، بس هي انا بغلط كتير ولا حضرتك بتغلط قليل، بس مش اكتر من كده. طيب انا دلوقتي خلاص انا اقتنعت وعايز ابني علاقاتي مع الاكل وافهمها. انا فشلت ووقعت وبحاول تاني وتالت خلاص بقى يعني افكها خالص. يعني انت دايما مثلا بتقول لحضرتك ايه، لو باظت منك لمها، يعني ما مش لازم يعني. كلمه حضرتك قلتها مهمه قوي، الكميات مثلا. الكميات دي احنا دلوقتي بنتكلم في نظام اداري واقتصادي. انا لو قدرت اسيطر على كميه الاكل اللي باكلها في بيتي ممكن تعمل لي سيفنج اصلا، ممكن تخلينا ندخر يعني. بدل مثلا ودي نقطه كنت عايز اسالك سؤال فيها، بالنسبه اللحمه بقت غاليه والفراخ بقت غاليه وبتاع، هل انا ممكن ما اكلش لحمه وفراخ وما يحصليش نقص؟ لا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني احنا مش هنحدد نظام غذائي معين بشكل معين. أيوة. الكيتوجينيك مثلا بيعتمد على البروتين والدهون، وده هياكل فراخ ولحمه كتير جدا. والنظام النباتي ما فيهوش فراخ ولحمه تماما. هل ده صح او ده صح؟ احنا ضد الشذوذ في كل الاحوال. صحيح. لا ده صحيح ولا ده صحيح. احنا هناكل ونشرب كل حاجه باعتدال. اعتدال يعني هاكل فراخ باعتدال ولحمه باعتدال وسمك باعتدال وهاكل بقوليات باعتدال وهاكل خضار باعتدال وفاكهه جدا باعتدال. هي الفاكهه دي اصلا سكريات صح؟ 100%. هي دي الفاكهه، هي دي السكر اللي ربنا اداهولك. مش انا عايز اتبسط وبحب السكريات، هي دي الفاكهه السكر اللي ربنا اداهولك. استخدمه بالاعتدال، ده هتفضل دايما مبسوط وما عندكش مشكله في الامر المزاجي ده. يعني انا بقول لبيتي احنا عايزين نوفر عشان نشتري بيت، نشتري عربيه، نعمل اي حاجه، ونتكلم على علاقه الاكل ونحاول نفهمها. فهنعمل سيفنج ونقلل الكميات. الجمله بتاعت زمان كل واحد ياخد نايبه ومحدش ياخد اكتر من الكميه بتاعته وبتاع. صحيح. ده هينتج عنه اللي انت بتتكلم عنه جدا، وهيسمعني بالمنظور المادي اللي انا بسعى ليه. وفرت فلوس في صحتك، وفرت فلوس في زيارات دكتور، وفرت فلوس في شراء ادويه من الصيدليات، وفرت فلوس في انك تضيع وقتك باشعاعات وتحاليل. حضرتك هتوفر كتير جدا في القصه دي. حجم الانهيار بقى لو انا مطنش، انا واحد من الناس فقدت ناس انا بحبهم جدا زي ابويا الله يرحمه. كان بياكل اي حاجه وعايز ياكلها واي كميه وعايز ياكلها. طبعا مع كبر السن انا دايما كان عندي عنوان حتى في الحلقه النهارده اسمه متزامنه. انت بيحصل لك مشكله ان انت لما بتكبر بتجد ان وزنك زاد، معدل الحرق قل، اعراض الامراض زادت، العظم، الشيخوخه، النسيان. هل كل الاعراض المتزامنه دي بتكون بسبب الانبوتس اللي دخل في جسمك وانت صغير وما عوضتوش؟ ودي نقطه والله عايز اسال فيها. انا ممكن اكل اي حاجه انا عايزها بس العب جيم، يعني ده خرافه ولا حقيقه؟ ففي الاخر بكتشف ان انا وانا عندي 45 سنه 50 سنه انا عندي امراض وبقيت حمل على بيتي وبقيت يعني هل ده يعني المتزامنه دي حلها ايه بقى؟ حلها ان احنا من الاول ولا عندنا حلين؟ هو حضرتك لو وصلت اوريدي فعلا وقد كان يعني الامر ان انا سايب نفسي تماما وصلت ل40 فالزحليقه هتشتغل. الزحليقه دي هي دي يا باشا كده. احنا ده منتصف العمر اللي حضرتك بتدفع فيه ثمن كل حاجه عملتها وانت صغير وصحتك كويسه. ليه انا في الجامعه كنت باكل كل يوم جانك فود وما بتخنش؟ عشان كنت بعمل اكتيفيتي ليفل كبيره جدا ومعدل يعني اي حد عنده 40 سنه لازم ياخد باله. ارجوك اي حد عنده 40 سنه ارجوك. ده صحيح والله يعني الارم خطير يعني. الاربعينات واحنا طالعين هنعمل عنوان كده في الحلقه اسمه الالارم. الالارم ده انا عايز اقول بجد يعني انا عندي كرش كده الارم. الارم اكيد. انا باكل سكر كتير ده الارم جدا.
انت مدمن. انا ما بتحركش. الارم كبير. انا ذهنيا ما بنامش. الارم كبير جدا جدا انا جدا. بشرب منبهات كتير. ارجوك بطلها. المنبهات فيها جرعه امنه وجرعه مش امنه، بس كتير دي لا، ارجوك بطلها. طيب نرجع للنقطه الثانيه. يعني خلاص ماشي، انا عندي المتزامنه وجسمي كبر وبتاع، اعمل ايه بقى؟ عندنا حل من الاثنين. في الاربعينات دي انا لازم تغير العادات الغذائيه بتاعتك وتبدا تتحرك كويس جدا. على فكره بدايه الرياضه واحنا في الأربعين وفي الخمسين الامر مش صعب، ولو قدرت تعمل كده فانت بطل نفسيا جدا. لكن هو امر مش صعب على جسمك، وجسمك بيستوعبه كويس وبيقدر يديك كل اللي انت محتاجه منه. يعني هقدر ارجع، هقدر اقول انا اسف، هقدر اعدل حاجات كتير مش هتوديني ان انا اركب الزحليقه بالسهوله دي، ان انا السكر وضغط وكوليسترول ودهون ثلاثيه وهكذا. طب اسالك سؤال. اتفضل. قول لي على حاله كده، طبعا يعني في العياده دخلت لك وانت بتعمل كده. استغفر الله، ليه يا حاج عملت فلوس؟ ليه يا حاج؟ يعني بجد والله، اصل ساعات الناس ما بتصدقش غير ما ترى بعينها. يعني عارف في فرق بين اليقين والعين اليقين. عايزين حاله انت صعبت عليك، يعني حسيت ان المريض اللي بيشخص عنده بدايات سكر، خلاص ده لسه في الاول، عندك فرصه انك تنظم اكلك وعندك فرصه انك تتحرك شويتين كويس فيبقى السكر كويس. عدى منك 5 سنين وقت تقريبا وما نظمتش الامر ده، بتبقى مريض سكر من النوع التاني حقيقي وبتحتاج تستخدم دواء بصفه منتظمه. بعد منك الوقت اكتر واكتر وسايب نفسك 100% في الاكل، فالبنكرياس بيجهد جدا والانسولين ما بيخرجش منه وخلاص انتهت الخلايا اللي بتنتجه، فبتتحول لمريض سكر من النوع الاول اللي بيستخدم انسولين. طيب ما احنا كنا زمان عندنا فرصه ان احنا ما نبقاش كده، ليه؟ طب ما انا دلوقتي بروح ادور على الانسولين ده بكام وبشتريه بقد ايه، وللاسف في الاخر برضه هرجع لنفس النقطه، انت مضطر تاكل كويس. تفتكر العلاج بقت قريبه جدا. دكتور عمرو، يعني انا معتقد ان في وقت قريب جدا احنا محدش فينا يعرف يتعالج. الامر بقى صعب، يعني اللي ما عندوش اي تامين صحي بشكل ما هيعاني جدا، واللي عنده محدش هيغطي الغلطات دي كلها. مفيش شركه اعتقد تقدر تغطي كميه الغلطات دي كلها. احنا هنصاب بالحاجات دي بصفه تقريبا 90% ما دام بنعمل غلط. ما اعتقدش ان هيفضل طول الوقت انا مؤمن عليا ان انا اتعالج ببلاش، لا انا لازم اخد دوري انا واخد حذري انا علشان ما اوصلش للمرحله دي. هو مش معنى السكر بالذات اللي حضرتك شايفه يعني مرض؟ السكر والضغط والامراض المزمنه، هي دي الامراض المزمنه اللي لو جات لي هتعيش معايا للنهايه. ده مش مرض انا بصاب بيه وبخف. ما دام متشخص خلاص. الحاله الهيستوري بتاعت العيله، يعني مثلا انا واحد عندي مرض سن ووالدي عنده مرض سن، فاكيد ولادي ممكن يطلع ده الالارم السايلنت بقى. عندي الحته دي في العيله، فانا عندي فرصه احسن من غيري 3 أضعاف ان انا اصاب بالمرض ده. فانا عندي الجين بتاع السمنه، فانا لو اخدت سكريات كتير واخدت او الجين بتاع مرض السكر او جين مرض الضغط وهكذا، فانا لو عندي البريديسبوزنج بتاعت الحاجات دي، عمال اعمل الحاجات الغلط الكتير دي، هوصل لها اسرع بكتير من غيري. وانا بقى اقول له معدل الانهيار سريع وهتنبهر بالسرعه بتاعته. لا ما انا شفت مثلا وانا عندي 60 سنه 65 سنه بلاقي الحالات بتنهار بسرعه. يعني مثلا تيجي تعمل، حتى لو جاي يعمل عمليه يقول لك ده الهيموجلوبين ونسبه السكر وعنده ضغط وعنده. ليه بتحصل؟ العمر بيد الله، بس هي احنا بنعمل ده كله عشان كواليتي اوف لايف افضل. محدش بيعيش اكتر من عمره ومحدش هيموت قبل عمره. احنا مقدرين في الحته دي 100%، بس مخيرين جدا نعيشها ازاي. تقدر تعيش الحبه اللي مكتوبين لك بصحه كويسه في ايدك بتاعتك. اي حد يقول لك انا ما عنديش وقت، ده بيقول اي كلام. وقت على وقت الايه؟ يعني العب رياضه، ده كده هتاكل. يعني ما هو اكيد كده هتاكل. وانا جعان وفي الشارع رحت جايب واحد سندوتش شاورما. طب ما في كان جنبه واحد بتاع فراخ مشويه وانت ما دخلتش. ما كان في سوبر ماركت بعده وتقدر تدخل تشتري حاجه بميه فواره او ميه عاديه او ميه وبسكوت يا سيدي، ما فيهاش مشكله. واحنا مش كل يوم على فكره مزنوقين بالطريقه دي، احنا كل يوم بنتقابل في غدا اكيد في البيت، بناكل عشاء اكيد بشكل ما في البيت. الايرورز ما فيش منها مشكله، ان انا اعمل حاجه غلط مره 2 3 ده ما فيش منه مشكله، بس ما يبقاش ده الروتين اليومي بتاعي واستسهل كل يوم، اكيد مش منطقي. طب انا بصحى من النوم الصبح واحد يعني يقول لك انا باخد يا عم باتيه والكرواسون، ايه المشكله فانا باخد باتيه والكرواسون؟ يعني هنرجع بقى لتصنيف الاكل اصلا من الاول. هو الاكل ده ايه؟ يعني هو ربنا خلق الاكل ده على هيئات كتيره جدا، بس كلهم بيتجمعوا في 4 مجموعات رئيسيه.
الكربوهيدرات والبروتين والالياف والدهون بس. هو ده كل الاكل اللي موجود عندنا. فاي اكل هتفكر فيه تعال نصنفه. انا اكلت الكرواسون، فده يصنف ايه؟ ده فيه نشويات او الكربوهيدرات وكمان في الدهون، والاتنين دول لما بيتمزجوا مع بعض هم دول سبب السمنه الحقيقي. ان حقيقي جسمك ما بيبقاش فاهم ايه الكومباينيشن دي، ايه السكر مع الدهون. انا ما فيش اكل ربنا خلقه الاتنين دول موجودين مع بعض فيه. ومن هنا بيبدا بسرعه على طول سكر الدم يعلى، ومن هنا يبدا تخزين الدهون يشتغل على طول. الخلل الهرموني بيحصل كل شويه، كل يوم نقطه، كل يوم نقطه، كل يوم نقطه، لغايه ما تكتشف ان انا مره واحده بقى عندي دهون على الكبد، مره واحده كرشي بقى كبير جدا. ومره واحده انت، او هي دي المشكله اللي بتخلي معظم الناس اصلا معلش ما تسمعش للكلام ده. زي ما حضرتك هو في الاخر تراكميا بيكتشف بعد فوات الاوان ان هو عنده مشكله. ده حقيقي. هو كان قدر يعمل مانجمنت للانبوتس وهي داخله له، هو كان هينجح جدا. فحتى في المشاريع والله يعني انا دايما بقول ايه، ان الجبال من الحصى. يعني الجبل ده اصلا قاعد يجمع حصوه ورا حصوه ورا حصوه. فالاورجنايزيشن لما ما بتهتمش باجزاء هي متخيله ان هي مش مهمه، بتقعد تتجمع عندها نفس المشكله. فما بالك بقى بالاكل. لذلك انا بتكلم كمعادله واضحه. انا بقول في الاداره او بيتقال في الاداره ان السيفنج بتساوي الانكم بتاعك ناقص الكونسومشن. يعني انت معاك دخل 100 جنيه او 1000 جنيه، بتصرف منهم 500، بتبقى معاك كذا. الانفليشن وارتفاع الاسعار خلى معاك 10 جنيه وخلى معاك 20 جنيه. فوانت بتشتري، حتى بيسموا العمله برشيزنج باور، القيمه الشرائيه للعمله. وانت بتشتري وانت بتاخد القرار، ما تحاولش تاخد قرار يجيب لك مرض. وهنا بقى في نقطه تاسيسيه يعني حابب نقولها تاني وتاني يعني عن البرنامج، ان هو بيسعى دايما. احنا بنتكلم بالنسبه للطبقه المتوسطه. انت بتاكل اكل تكلفته اعلى من دخلك بكتير، وبتاكل عدد مرات اكتر من اللي جسمك محتاجها بكتير. طب يا عم انت معاك وكلت وبتاع، احرقه بقى، العب جيم والعب رياضه. وتقول لك لا والله مش معايا فلوس. ما انت ما تعرفناش، ما هو انت يا اما تاكل اكل الناس دي تلعب رياضتهم وتتحرك زيهم، يا اما انت ما تعملش كده. يعني هي النقطه دي بالنسبه لنا نقطه انا شايفها احنا عندنا مشكله فيها. صح كلامي ولا؟ جدا جدا دكتور عمرو. يعني احنا لو فاهمين ان احنا رايحين نشتري حاجه هتخلينا ندفع فلوس اكتر واكتر في النتائج السلبيه اللي تيجي منها، انا حقيقه افكر 100 مره قبل ما اعمل كده. فكر تشتري صح، فكر تعمل بادجت للاكل وبادجت للشرب وبادجت للعلاج، وخلي دايما بادجت العلاج دي ما تزيدش منك. عشان كده اشتري صح فهتتعالج بطريقه صح. يعني دكتور عمرو في الاخر هو مايند سيت، وباي موقف اقتصادي وباي حسبه اقتصاديه هو لازم تاكل مظبوط، ولازم تخاف على صحتك، ولازم تقدم حاجه مقابل صحتك. ده انا بشتري اي حاجه بفلوس. طب انت اشتريت ايه علشان صحتك تبقى كويسه؟ قدمت ايه علشان صحتك تبقى كويسه في ال40 وفي ال50 وفي ال60؟ ما قدمتش اي حاجه. انا لا كنت رياضي ولا كنت باكل كويس وكنت مدخن وكنت ما بتحركش وكنت متنيل. يعني انت قدمت ايه علشان تلاقي؟ كفايه انا رياضي يعني هتقطع وهتعمل ايه؟ لو وشك تقطع انت عندك حق، ما تقطعش حاجه خالص. انا مش كده يا باشا، انا بهزر يعني انا طبعا الكلام مش ناحيتك طبعا. والله يعني انا واحد من الناس يعني، وانا باسس في فكره البرنامج دي. انا والله فعلا شايف ان موضوع الاكل والاقتصاد وسلوك الناس والطبقه المتوسطه واستهلاكهم للاكل، الموضوع ده والله كل ما اروح لاي موضوع يجي لي قدامي. فانا قلت ايه، طب ما نتكلم فيه كبوابه للوقايه في الاسراف وفي ان انا بصرف على العلاج وبصرف على الاكل مفيش واحد فينا دكتور ما عندوش حد في عيلته معدي 50 سنه 60 سنه الا وعنده امراض مزمنه وبيدفع له روجيتا في الشهر برقم. صح. فبدل ما يبقى شخص واحد، او يعني الحمد لله ان هو شخص واحد، ما تخلوش 2، ما تخلوش 3، ما تخليهمش كلهم. يعني انت بتروح لدكتور السنان دلوقتي الدرس بيتعمل بكام وبيتكلف كام وازاي، نتيجه ان انت مثلا كل يوم بتجيب لابنك شوكولاته، كل يوم بتجيب لبنتك شوكولاته، كل يوم بتجيب لهم كيس شيبسي، روح يا حبيبي السوبر ماركت جيب اللي انت عايزه، انا مش حرمك من حاجه. فاحنا كطبقه متوسطه، انا دايما كنت بسميها احيانا طبقه المرضى النفسيين. هم عندهم مشكله ان انا عايز اقلد الناس اللي فوق دي واكل اكلهم واقعد في مطاعمهم احنا ما عنديش مشكله، بس زي ما حضرتك بتقول بالتوازن بدون اسراف. وللاسف بقى اللي بينتج عنه ان الراجل ده اصلا بيروح يعمل تحاليل كل 3 شهور. الراجل ده بيلعب رياضه كويس، وعنده اللي يكفيه يتعالج كويس جدا، ما تقلقش عليه يعني، انت خليك في حالك.
يعني خاف على نفسك يعني، فمالكش دعوه بالقصه دي. والله مره كنت قاعد في ستاربكس، فواحد جه بيقول لي الناس دي كلها قاعده بتعمل ايه هنا؟ امال مين اللي بيشتغل؟ قلت له دول صحاب الشركات اللي انت شغال عندهم. هو دي المعادله دي معادله حقيقيه. يعني انت في الاول والاخر مش طبيعي انك تعيش عيشه مش عيشتك، او بمعنى اصح يا عم هتعيشها يبقى يعني ايه، خدها كلها بقى. مش معنى واخد منها الحته دي بس. هم بيلعبوا رياضه، هم بيروحوا للدكتور. يعني زمان حضرتك كنت بتحكي لي ان المجال بتاع حضرتك اصلا اسمه طب اسره. صح، ده حقيقي. هو الطبيعي ان انا مره كل شهر، مره كل شهرين اخد ولادي واروح لك او اروح للدكتور يحكي لي احنا ماشيين صح ولا غلط. صح. من اجل الوقايه من الامراض. صح. بس انا عمري ما افكر بالطريقه دي، لاني طبقه متوسطه وما عنديش الفاسيلتي دي اصلا. يعني انا هدفع في ده ولا هدفع في ستاربكس؟ ما انا هروح ستاربكس. عارف يا دكتور، انا حسبتها مره. لو نفترض مثلا انت بتشترك في جيم ب 10000 جنيه في السنه. الجيم ده لو 10000 جنيه في السنه واحنا قسمناها على 12 شهر، يعني الشهر ب 1000 جنيه. صحيح. لو احنا قسمنا ال 1000 جنيه على 30 يوم، يعني اليوم واقف عليك 33 جنيه مثلا. طيب. انت بتجيب كوبايه القهوه ب 35 جنيه. تمام. فانت واخد ديسيجن او جايب الشوكولاته، انت بتدفع 35 جنيه في حاجه انت بتحبها وشايفها تظبط لك نفسك، بس عشان هي في البريزنت تايم وفي الشورت تيرم فانت حاسس بقيمتها. لكن احنا عشان ده لونج تيرم احنا عندنا مشكله. وعلى فكره حتى في جميع حلقاتنا واحنا بنتكلم عن البلاننج والاورجنايزنج بنقعد نقول للناس يا جماعه البلاننج مهم، بس عشان انت ماشي دي تو دي وماشي على الارجنت وما بتهتمش بالامبورتنت فانت عندك خلل في المعايير دي. فلذلك انا من وجهه نظري من احد الاسباب اللي بتخلي الناس ما تهتمش باي حاجه طويله الاجل زي التعليم زي التطوير زي الصحه زي اي حاجه من الحاجات دي، ان هي مش ايميديتلي. هو دايما بيدور على اللحظه، ما بيدورش على الحاجات الطويله. لكن هو لو عمل بريك داون، ودي من احد الاساسيات نقول تاني، ان انت تعمل بريك داون. انت لو عملت بريك داون للاشتراك بتاع الجيم، الدكتور بتاع علاقه الاكل والصحه وبتاع الاسنان ورحت له بدري قبل ما تعيا، هتوفر عليك كتير جدا. كل شهر انت ممكن مره واحده تدفع 200000 جنيه في سنه، ممكن تدفع 40000 جنيه في سنه. مظبوط. يعني بتمنى ان الوعي ده يتكون عند الناس، وان الناس ما تحسبش ان هو كلام وخلاص. هو يعني ممكن كمان 10 سنين الناس تفتكر الكلام ده. وده دور كل واحد فينا دكتور عمرو. يعني شوف حضرتك هدف البرنامج الحقيقي بتاع حضرتك ايه علاقته بالاكل؟ هو ده المفتاح. ان احنا لازم نفهم كل الناس ان انت الانكم بتاعك هو اللي هيطلع منك برودكت عامل ازاي. انت نفسك تبقى عامل ازاي وتوصل للهدف بتاعك في حياتك وتبقى ناجح عامل ازاي. لازم تبقى سليم. علشان تقدر تعمل ده لازم تبقى انسان سليم سوي نفسيا وصحيا. طيب انا عايز امسك حته ال 40 سنه عشان دي نقطه رهيبه. يعني انا اول ما اوصل من 40 سنه انا ومراتي واي حد عايز عليا، يعني لازم اقف. لازم حتى لو اقعد اسبوع من غير ما اشتغل كده لازم اشوف ايه العادات السيئه اللي انا بعملها في حياتي. ال40 ده بالذات هي الحته اللي انا هبدا احس فيها باللي انا عملته زمان قبل كده كله. انا كنت شخص كويس وكنت قادر ان انا اخد بالي من اكلي بطريقه ما، وكنت عامل ريتم كويس ونظام حياه نوعا ما صحي. انت مش تزعل في اي حاجه في ال40، انت تبقى انسان كويس وزي الفل وكمل زي ما انت كده كويس. بس ارجوك حاول تتحرك احسن شويه. ارجوك حاول تمارس اي شكل من اشكال الرياضه كل يوم 10 دقائق ربع ساعه. دي حاجه هتفرق لك جدا في صحه القلب، لان احنا بنكبر في السن. الحاجات الصغيره بتفرق جدا. يعني 10 دقائق ربع ساعه دي بتفرق جدا جدا. هقول لي معاك على حاجه. كان في دراسه اتعملت على واحد مكتبي، انا بروح الجيم كل يوم وده راجل رياضي، وليه ما بيعملش جين عضلات وبيزيد عضلات بطريقه زي الناس اللي بتروح بتشتغل شغل مش مكتبي. لقينا الراجل ده لما بيعمل السكواتس بس كل ساعه وهو واقف جنب مكتبه بيجين العضلات افضل من الشخص اللي قعد ساعتين في الجيم كاملين وهو اصلا مكتبي طول اليوم. فعشان كده اتحرك، مشيها، اتحرك باي طريقه. يعني شوف حاجه ما مارسها كل يوم. الدوام في الحاجه اهم بكتير من ان انا اعملها بوقت اطول. طيب كده عنوان اساسي ان اختيار الاكل ونوعه مش حاجه ترفيهيه. اثنين، حابب اتكلم عن الرياضه دلوقتي ان هي مش حاجه ترفيهيه وانا عندي 40 سنه. ارجوك ومش هنقول رياضه بس بالظبط دكتور عمرو. يعني مفيش الناس ما بقاش عندها وقت احيانا تروح الجيم. رياضه يعني شنطه وجيم واصرف واجيب علامه وهجيب الاكل كده واروح الجيم. ما اقدرش اروح بقيت ما ابقى عملت كل الحاجات بتاعتي. بس انا مش عايز اوجهها في الفكره دي بس. يعني ايه المانع انك تنزل تمشي في الشارع؟ يعني امشي في الشارع، اعمل رياضه في البيت. ما في يوتيوب قدامك، افتح اي حاجه تتعمل واعملها معاهم. في حاجات كتير جدا جدا تقدر تعملها في البيت. لقيت نفسك ملتزم انت لوحدك هتبقى انترست تروح الجيم.
فابدا بحاجه قريبه منك، ما تربطش نفسك بلبس معين وان انا هشتري برودكت معين. ايوه فكره. انا فعليا يعني كان ليا حد من اصدقائي وانا بروح الجيم يقول لي يا اخي مش هجيب طاقه. بص انا لو قعدت اقول بقى لازم اجيب لا عملت كده مش هاجي تاني، انا مش جاي تاني. لا البرفكشن ده ازمه جامده وخلي الناس تقعد تعيش في وهم انا شايفه ان هو خطر جدا. انا ابدا جدا يعني انا ممكن يكون، انا مش قصدي طبعا يعني، بس ممكن يكون نقول تاني ده ان شاء الله كمان سنه شكله هيبقى غير كده خالص، بس انا لازم ابدا. لا انا لازم ابدا يعني. مش هيبقى عمرك ما هتاخد من التيك اوف تجيب احسن حاجه، مستحيل. وبما انك انت مش متربي على الكلام ده وما بقالك سنين الاتموسفير بتاع بيتك ما فيهوش الاتيتيود ده، انت عمرك ما هتعمله. لكن فكره طب انا ما قدرتش اروح النهارده اروح بكره، رحت اكتبها في الورقه، ادفع. انا دايما والله بقول ايه، يوم ما تروحش في الجيم مثلا او احنا مثلا خدنا ادفع صدقه، طلع فلوس من جيبك، اعمل كذا. ليه؟ عشان تعود نفسك واولادك ان الرياضه او الاكل الصحي ده حاجه اساسيه يعني، مش حاجه. غير اولوياتك دايما دكتور عمرو، البريورتيز. انت اولوياتك ايه في الدنيا؟ عايز ايه؟ عايز صحتي اكيد تكون كويسه، الحاجه اكيد دي اولويه مهمه. الميه. ايه علاقه الميه؟ ليه الناس كلها يعني انا نقطتين والله بجد نفسي حضرتك تشرحهم لنا، الميه واللبن. ايوه انا متربي عن اللبن ده مفيد يا جدعان. ايوه عادي. ايه اللي حصل في اللبن؟ حصل في حاجه حصلت في اللبن، كل ما كان معاه يقول لك اوعى اللبن. في حاجه اللبن حصلت مؤخرا انا مش عارف. انا بجد والله السؤال ده شغال جدا. ماله اللبن؟ هقول له عليك على حاجه. الميه اولا واخده برضو الموقف واخد زياده عن حده كده. ايوه ما هو احنا ربنا خلينا بنعطش ليه؟ ما هو اكيد عشان نشرب، صح؟ يعني في سنسور للموضوع ده. صحيح. ان انا هعطش فهشرب، فما تقلقش انت هتشرب الحاجه اللي تكفيك اللي هتخليك تفضل عايش كويس. بس ليه تشرب ميه كويس معظم الوقت؟ كويس ده يعني ايه؟ يعني بانتظام، مش كميات كبيره زي ما احنا متخيلين. انا هرخي معاك يا باشا. اتفضل. انت قلت لي قبل كده ابنك لو الصبح ما جعش ومش عايز ياكل فطروش. انا مش عطشان، دي تقول لي لا لازم تشرب. هقول لحضرتك على حاجه. الموقف ده مرتبط بان انا اكلت ايه. يعني انا هعطش جدا لو اكلت حاجه فيها ملح، صح؟ طبعا. وبناء عليه هروح اشرب ميه كتير. طيب الميه اللي انا شربتها كتير دي ده تعويضا لايه؟ للاملاح او الملح اللي انا اكلته. صحيح. طب هل الجسم استفاد بيها او عضلاتي استفادت بيها او الخلايا بتاعتي استفادت بيها؟ لا، ما استفادتش بيها باي حاجه. اذا فانا كده متخيل ان انا بشرب ميه كتير. فهنرجع ليها نقطه ان انا اكون اصلا باكل اكل متوازن. ماشي. فالاكل المتوازن هيوصلك لان انت عايز تشرب كويس وبطريقه متوازنه طول اليوم. خلينا نقول دايما برضه اربطها بالصلاه. يعني انا دايما بقول الحركه دي ان انا ارجوك كل فرض صلاه هتصليه اشرب معاك كوبايتين ميه. ده انسب حاجه انا شايفها مناسبه. حاجه تشرب كتير دي بقى انا مش موافق عليها برضه. فرعيه صغيره. واحنا من اولادنا بناكل مثلا في الواد يقول انا عطشان عايز اشرب ميه، تقول له اوعى تشرب ميه وانت بتاكل، انت كده هتملى بطنك ومش هتاكل. قال ده غلط ولا صح؟ والله هي عاده غذائيه مش لطيفه لسبب بسيط. بيعمل لك كرش وبتاع. لا ما بيعملش كرش. ما يبص الاكل ما بتعملش كرش، ولا قبل الاكل بتعمل كرش، ولا بعد الاكل بتعمل كرش. فيعني ما بتعملش اي حاجه. ما دي غلبانه جدا وربنا خليها لك علشان تستخدمها بسلاسه جدا وما تتكلمش عليها كتير قوي كده. دخلهاش في الموضوع زياده عن اللزوم قوي كده. اشرب ميه لما تعطش وكل اكل متوازن هتلاقيك بتشرب كويس جدا. اشرب ميه في وسط الاكل بقى ولا لا، دي عاده غذائيه مش لطيفه عشان بتخفف انزيمات الهضم فبتطول عمليه الهضم والامتصاص شويه. يعني فعلا ما نحاولش نشرب واحنا بناكل. عاده مش كويسه. لكن هل هي مضره؟ يعني لو عملتها على طول هل هي فيها ضرر؟ لو انا عندي مشكله مثلا في البلع وبضطر ان انا ابلع بميه، دي فيها مشكله؟ لا خلاص اعمل كده ما دام بتشتري بيها حاجه تانية تستفيد منها. اللبن والله بجد اللبن بقى فيه حاجات كتير قوي دلوقتي. عندنا لبن كامل الدسم ونص دسم وخالي الدسم. مين فيهم كويس؟ واللاكتوز وحساسيه اللاكتوز. يعني طيب امراض العصر هي مرض القولون العصبي، صح؟ انا طول الوقت بنسمع الناس انا عندي قولون عصبي وما بقدرش دايما معدتي مضايقاني، فبنمنع له منتجات الالبان علشان دي دايما بيبقى ليها حساسيه من الحساسيات والبكتيريا اللي موجوده في القولون، فبتعمل تهيج للقولون شويتين. بس ده لمين؟ للمرضى اللي عندهم المشاكل دي بس. بلاش بقى نأفور الامور طول الوقت. عارف عامل زي ان انا قاعد متضايق شويه فيقول لك يا دكتور عمرو انا عندي اكتئاب. حضرتك ما عندكش حاجه، انت متضايق يعني. ليه بتقول عندك اكتئاب؟ ده انا طالع عيني. حضرتك ما عندكش اي حاجه برضه. حضرتك ده امر بسيط جدا. اللي عارف انا فتحت عنوان الافوره دي حلقه نتكلم عنها مهمه، الهشاشه النفسيه. جدا في هشاشه نفسيه عند الناس خطيره، ان هو يعني بيبالغ قوي في كل حاجه وبيدخل نفسه في زون كبير. فالحته بتاعت الافوره دي هي اللي انت ما عندكش حاجه. حساسيه اللاكتوز هو مرض وليه تحليل وليه طريقه تشخيص وليه علاج عادي خالص، وهو بنستثني فيه فعلا منتجات الالبان. اللبن بيثبت الوزن. دي حته بقى مرتبطه بسيدات البيوت شويه.
ان دايما ست البيت تحب تشرب شاي بحليب، معرفش ايه الاتيتيود، بس هو دايما الحته دي مرتبطه موجوده فيها. فاحنا كبتوع تغذيه قلنا لهم احنا هنمنع الشاي بحليب ده ونقول لكم عليه ان هو بيثبت الوزن، علشان هو سكر يعني ده لاكتوز. فانا لما هاخده كل شويه بين الوجبات على هيئه شاي بحليب، فانا كده بدعم جسمي كل شويه بكالوريز او بطاقه هو بديها له، فما عندوش فرصه انه يحرق من القديم. انا طول الوقت بديك فلوس فلوس فلوس، هتجيب منين؟ ليه هتسحب من الكريدت بتاعتك؟ ليه هتضطر تجيب من المتخزن اللي عندك؟ فده ما بيثبتش الوزن. لكن استهلاك اللبن ده ربنا خلقه، دي حاجه كامله متكامله، ده فيها سكر وفيها بروتين وفيها كربوهيدرات وفيها فيتامينز ومعادن كويسه جدا، فده اكل كامل. علشان كده ما تستعملوش على انه ليكويد سايل، حاجه عاديه زي الميه اشربها طول الوقت وفي اي وقت. حاجه لازم تقنن، وحاجه لازم تتاخد باعتدال زيها زي اي حاجه في الدنيا، زي الفراخ وزي اللحمه وزي السمك وزي الخضار وزي الفاكهه. بلاش نحطه في حته بعيد غير لو انت شخصوك انك عندك مشكله في اللاكتوز، وده تشخيص بيتعمل اكتر من مكان، في طبيب الباطنه بيساعدك فيه، وفي التحاليل كتير بتساعدك فيه. لكن ده مرض، واللي بيصاب بيه بيوقف الاكل ده، زي اللي عنده يوريك اسيد عالي وقف اكلات معينه، زي اللي عنده مشكله في جرثومه المعده عنده مشكله في اكلات معينه. لكن انا خلاص ده انا كده متشخص. لكن بلاش انا كشخص طبيعي امنع الالبان من الاكل بتاعي. اشرب لبن باعتدال، ما تعاملوش ان هو حاجه سناك في النص عاديه جدا اقدر اشربها مع اي كافيين انا بشربه. انا عايز اتكلم عن السناك اصلا. فكره السناك، انا طول ما انا جعان وعايز اكل حاجه اكلها عادي، انا خدت فطاري خلاص زي ما انت قلت، بس انا بسقسق، عارف انت تقول كل وجبه، هل ده طبيعي؟ والله دي حته نفسيه بحته، يعني دي عاده. انا قاعد بشتغل متعود ان انا اشرب حاجه، او حضرتك قاعد بتشتغل متعود انك تاكل حاجه. العاده دي لازم بتلاقي لها بديل لغايه ما تبطلها، لان دي عاده غلط اصلا. يعني انا عايز اقعد انقنق في حاجه، ما حدش بيتسلى بالاكل. ده اكل ليه دور ان هو يديك الطاقه اللي انت عايزها على مدار اليوم علشان تعرف تعمل دورك في الحياه. هتعمل كده ولا مش هتعمل؟ بس طيب احنا يعني وصلنا لكم معلومات ما شاء الله كبير يعني، واعتقد ان الناس وصل لها ان انت اختيارك للاكل اللي هتاكله واجبار بيتك على الاتموسفير بتاعك هينتج عنه نتائج في اللونج تيرم كبيره جدا على مستوى صحتك وعلى مستوى دخلك. ان لعب الرياضه من سن ال40 او قبل سن ال40 طبعا يعني حاجه اساسيه لازم ما تستغناش عنها تحت اي بديل وتحت اي تكلفه باي طريقه ايا كان. مش لازم تروح الجيم، العب رياضه، اعمل اي حاجه، اشرب ميه، ما تبالغش في موضوع شرب الميه، بس اشرب ميه طبيعي. اللبن مهم الا لو عندك حاجه يعني ما فيهاش، عندك لا قدر الله مرض او حاجه. معادله ان انا يعني اوقف، انا والله دايما مقتنع بكده ان انا لازم اقف. يعني احنا حتى لما الرأسمالية بتبهرنا بالكيتس ويقول لك ده في تبطيل عالي عادي، الراجل ده قاعد اسبوع قاعد فاضي كده ساكت ما بيعملش حاجه. فالواحد ساعات مثلا يا عم يوم الجمعه يعني اقعد افكر كده، وبعدين طيب يعني انا باكل الاكل ده كله، بنصرف الاكل ده كله، وعايشين يوم بيومه، واللي احنا عايزينه بناكله، هل ده اصلا طبيعي؟ يعني طب انا دلوقتي مش حاسس بحاجه، انا مثلا باكل غلط وبشرب غلط وبعمل كل حاجه وبروح اعمل تحليل بلاقي نفسي كويس، هل ده دليل ان انا اكمل او ان الناس تقلدني؟ يعني ممكن اكون وراثيا انا عندي مسار غير حضرتك او العكس، صح ولا يعني اكيد. المدخن مش من اول سيجاره بيصاب بحاجه، المدخن ده بيصاب امتى؟ لونج تيرم. علشان كده المدخنين كتير. ليه؟ لاني مش شايف حاجه مشكله بتحصل منها دلوقتي، يعني انا سليم ما عنديش مشكله. طب انا مدخن وبصحى متاخر وبشرب سكر وباكل الاكل اللي انا عايزه وعندي اعراض اصلا مشكله وما بلعبش رياضه وشغلي كله ما فيهوش حركه ومشغول ذهنيا بظروف الحياه والوضع اللي انا عايش فيه الطبيعي، وعندي يعني مش هقول حد اكتئاب بس بروح واجي يعني زي ما انت عارف، وفي الاول والاخر عايز اشتغل اكتر بس انا مش عارف اعمل ايه ودماغي مش رايقه، فهتقول لي اعمل دايت وكل اكل صحي فدماغي هتفصل اكتر. هل ده كله خرف؟ تصدق بقى ان ده الحل فعلا؟ اصل اللي وصل حضرتك للمرحله دي انك جربت كل الحاجات وما نفعتش. طب ما هو الحاله الاستهلاكيه اللي انت اللي عايش فيها حاليا دي خليتك تجرب كل حاجه. ما انت بتاكل جانك فود وبتجيب حاجات حلوه وبتشتري اللي انت عايزه وبتخرج في الوقت اللي انت عايزه وبتنام في الوقت اللي انت عايزه وبتصحى في الوقت اللي انت عايزه، مش مبسوط ليه؟ ايه اللي مقعدك تفكر في اللحظه دي ان في حاجه غلط؟ اكيد في حاجه غلط. هي دي البدايه الصح. ابدا نظم يومك،
اصحى منطقي ونام منطقي وكل اكل منطقي واعمل حاجه معتدله، هتلاقيك والله انتجت كويس جدا جدا جدا. احنا عندنا في الحلقه كده في الاخر بنقول دايما الضيف المحترم طبعا ده مكانك يعني، بس لو انت معاك مايك وهتتكلم قدام الناس كلها تلخص الموضوع ده كله في ايه وتقول لنا اللي مش يعني لو احنا ما سمعناش الكلام او ما ادركناش اهميه الوعي بعلاقه الغذاء والانسان وجسمه، ايه اللي هيحصل فينا كمجتمع كمان 10 20 سنه؟ طيب احنا اتكلمنا في الحته دي قبل كده انا وحضرتك، وانا دايما عند الكلمه دي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الموقف منتهي من زمان ومن ملايين السنين، ربنا قال لك تعمل ايه من زمان، احنا بس اللي بوظنا الدنيا بكتير ماركتنج لحاجات غلط، وان احنا موقف استهلاكي والرأسمالية هي اللي سيطرت على الموضوع. طيب خلاص انت انسان في الاخر، ربنا خلقك بعقل يعني، خد قراراتك لوحدك وخد اولوياتك لوحدك وابدأ نظم يومك وابدأ نظم حياتك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو سيبنا نفسنا للنهاية كده كمان 10 20 سنة ايه اللي ممكن يحصل؟ انا متخيل امراض مزمنه احنا مش عارفينها ممكن نلاقيها. الميتابوليك سندروم اللي احنا بنعاني منها دلوقتي اللي هي شكل من اشكال السمنه يعني، دي ما كناش بنلاقيها كتير زمان. الناس زمان كانت بتصحى بدري وتروح اشغالها وتشتغل بمجهود عضلي كويس وتاكل اكل صحي، تروح بيوتها تطبخ من غير سمنه مصنعه وزيت مصنع. كان زمان ده عيبه في البيوت يعني، اللي بتشتري سمنه مصنعه دي ده عيب يعني، ايه اللي بتعمله ده؟ فدلوقتي بقى ده الكويس، ده الحلو. اقنعوه بكده. وصل لك ان ده الحلو على فكره وده الكويس، والقديم ده هو اللي كان وحش. بالعكس انت لازم ترجع للاصول، ارجع لاصل كل حاجه. عيش حياه عاديه، عيش حياه كويسه، عيش حياه لصحتك ولولادك والمجتمع بتاعك، حقيقه هتنتج كويس قوي والله. ولو ما عملناش كده 20 سنه انا متخيل فعلا بامراض خرافيه هنلاقيها ما كناش عارفينها قبل كده. امراض المخ والاعصاب دلوقتي اللي ما كناش بنلاقيها زمان، تصلب متعدد وشلل رعاش وامراض الكانسر المتعدده، ده ما كانش موجود يا جماعه من 20 سنه. انا اقول لك على حاجه ممكن تكون يعني عارفك، انا بما اني في مجال المطاعم مع ارتفاع تكلفه الماتيريال بتاعت الاكل، انا مثلا دي نصيحه يعني، حاول ما تاكلش اي حاجه مقليه في مطعم بره. ده رايي. ليه؟ لان انا واحد من الناس عارف الزيت تكلفته عامله ازاي، وانت لما بتروح تجيب بتنجان من عند المحل على اول الشارع وهو مقلي، انت ما تعرفش الزيت عامل ازاي ولا هو جايبه ازاي. في الاخر تكتشف ان انت بعد 10 سنين لا قدر الله جالك مرض مزمن او جالك مرض خطير. نتيجه ايه؟ انت ما تعرفش نتيجه ايه. هو في الحقيقه نتيجه الزيت القاطع اللي تكلفته عاليه، اللي صاحب المكان بيبيع لك السندوتش ب 20 جنيه وانت متخيل ان هو راجل رخيص. هو الرخيص ده اكيد دي في حاجه غلط، في حاجه غلط، فانت بتشتريه وانت مش مدرك ده. فاللي احنا بنحقق ده القرار، انت بتختار. انا دايما بقول اقف يعني، انا حتى والله لو هغير اسم البرنامج ده اسميه بوز يعني، اقف كده مره شوف كده، نقول تاني وتالت. انت محتاج تعيد هيكله حياتك وتعيد ترتيب حياتك وتشوف اصلا هو انا الحاجه الرخيصه هي الحلوه ولا. راجع اولوياتك مش اكتر يعني. انت عايز ايه دلوقتي في الحياه بعد ما عافرت شويتين كده وجربت حاجات كتير؟ انت عايز ايه بقى في الاخر؟ سن ال40 شكرا. هو ده ال40. طبعا انا سعيد والله بالحلقه، انا اسعد جدا جدا ان حضرتك تشرفنا على طول، وشرف ليا حاجه جميله للناس والناس تكون استفادت يا رب. وفي الاول والاخر اول حاجه لازم تديرها صح هي صحتك. اول حاجه لازم تديرها صح البنيان اللي ربنا انعم بيه عليك. اول حاجه لازم تديرها صح هو الحاجات اللي هتدخلها جوه جسمك. اول حاجه تديرها صح لو انت بتحب اولادك هم المفروض ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. اول حاجه تديرها صح ان انت لو عايز توفر لازم توفر في الاكسبنديتشرز والنفقات اللي بتصرف. فمن هنا كان محور الحلقه واهميه الاكل. احنا ما حاولناش نتكلم على الكالوريز وايه اللي المفروض تاخده وايه اللي ما تاخدوش، حاولنا نتكلم على انبوت بروسيس اوتبوت، ازاي تطور، هتاثر على ايه، شورت تيرم لونج تيرم. هي دي كانت محور الحلقه والدردشه مع دكتور احمد. فرصه سعيده يا باشا وشرفتنا. انا اسعد جدا والله، مبسوط جدا اني كنت معاك النهارده. ربنا يخليك. نقول تاني ونقول تاني ونقول تاني ركزوا في الاكل. سلام عليكم.